السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا جايه اقول حاجه مفيده للي هو ايه اللي حابب يعمل ريجيم، اللي عاوز وصفه تحرق معاه. انا بعملها كل فتره، خصوصا للي عندهم بطن. دوت انا كنت هعملها عادي، بس قلت لا يمكن تستفادوا معايا. دي قرفه، ده ب5 جنيه قرفه، وده ب5 جنيه كركم، وده ب5 بذر الكتان، وب5 شمر، وده ب5. لا، ده جنزبيل، معلش. ده ب5 جنزبيل، وده ب5 كركم، ودي ب5 بذر الكتان، وب5 شمر، وده ب5 قرفة، وده ب5 كمون. تمام كده، دول 6 توابل، وده ب5 كمون. هنحط التوابل كلها اللي عاوز بقى يزود. هنحط التوابل كلها الناعمة على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنروح بقى على نجيب المكرونة اهي. هنحط الشمر، ونحط عليه بذر الكتان. انا كنت بعمل كل واحد لوحده، بس هي اساسا ما كلهم هيختلفوا على بعض. هنحط الاتنين على بعض، وهنروح بقى على الخلاط نطحنهم وارجع لكم تاني على طول. انا كده طحنته اهم. ده بذر الكتان والشمر، هنحطهم على التوابل المطحونه. يا دودي ايه، وهنقلبهم كده. دول 6 توابل، قرفة وجنزبيل اهم حاجة، وزودوا الكمية، يعني حتى لو حطيتوا ب10 قرفة وب10 جنزبيل تمام. وب5 بذر الكتان، ب5 شمر، ب5 كركم. هما 6 توابل انا بنساهم، بذر الكتان وشمر وكركم وقرفة وجنزبيل وكمون. اهم حاجة اللي تزودوا في التوابل دي الكمون والقرفة والجنزبيل. تمام، بيحرقوا جدا جدا جدا. وبعد كل اكلة تشربوها، يعني بعد كل اكلة تشرب، ده اللي هو بيعمل ريجيم. دي انا بصراحة جربتها، لا بتحرق جامد، بتحرق جامد والله العظيم. ولو كلتوا اكل فيه دهون كتير لا بتحرق، جربوها. ودي توابل طبيعية ما بتضرش، بس اللي عنده يعني في ناس ما تقدرش، معدتهم ما تستحملش القرفة والجنزبيل، لا اللي كده لا، ما ينفعش ياخد الوصفة دي. القرفة بتبقى شديدة. اتاكدوا الاول ان كنتوا ما فيش اي اعراض عندكم من ناحيه ان انتوا تستخدموا القرفه والجنزبيل، لانهم فعلا حاميين جدا. انتي الحمد لله ما بتعانيش من اي حاجه، لا استخدميها عادي. دي توابل طبيعيه ما فيهاش اي ضرر، وبتريح القولون اساسا في اي انتفاخات في اي حاجه. وبعديها بقى فيها نقطه مفيده جدا، ان هي بتسد النفس. يعني انا ابقى جعانه جعانه جعانه. انا كنت الاول اساسا من فتره، من 2 3 كده، لا من 2 من 4 سنين انا كنت بعمل ريجيم فعلا. بس لما ولدت ابني ما عنديش وقت خالص ان انا اعمل اي حاجه. بس انا من ساعه لما ولدت ابني جسمي ثبت. يعني انا كنت الاول بعمل ريجيم وبشرب الاعشاب دي وفعلا هقول لكم على حاجه. اللي هو عنده بطن وان هي عاوزها تبقى بطن مسطحه خالص، والله يا جماعه استمروا. علبه زبادي مش من الشارع، اعملي الزبادي، جيبي اللبن خليه يغلي، ولما اللبن يغلي حطيه في التلاجة في حاجة ألمونيا. وبعديها الصبح شيلي القشطة كلها بتاعة اللبن. وتقومي عاملة بقى الزبادي في البيت. أنا هعمل لكم برضو طريقة الزبادي في البيت، اللي هي دي خالية الدسم. وحطوها، انا ما بعملهاش في كوبايات وكده، لا انا بعملها في بوله ازاز، وكنت بحطها في علبه وباخد بالمعلقه وعليها عصره ليمونه بالليل، ومعلقه قرفه ومعلقه جنزبيل. وقبل ما تناموا ما تاكلوش اي حاجه غير لما تخلصوا اكل تاكلوا ديت. ويا ريت بلاش عشاء. والله يا جماعه خلال شهر النتيجه هتبان عليكم وحياة ربنا.
انا عشان كنت باكلها كتير، قعدت فتره باكلها كتير، معدتي قفلت من ناحيتها نهائي. هي مع التوابل دي خسيت عليهم كتير جدا، بس بصراحه من ساعه لما جبت ابني ربنا يخليه لي يا رب، انا جسمي ثبت، تقريبا هرمونات جسمي اتغيرت، جسمي بقى يحرق. بس برضو بشربها ليه؟ برضو ان انا ما زدتش، يعني ان انا ما زدتش، لكن انا مش بعمل ريجيم ولا حاجه. كنت الاول بعمل ريجيم واستمريت على الوصفات دي، خسيت جدا. بس من ساعه لما ابني ده بقى بطرمان هعبي فيه، ولادتي التانية بقى وما عنديش وقت نهائي. بس بقى ايه، ما بتعشاش بالليل، بشرب الاعشاب ديت مثلا كل يومين ثلاثة. يعني برضو نظموا حياتكم، وان شاء الله انا هرجع اعمل ريجيم تاني باذن الله يعني. بس انا كنت الاول فعلا لما بدات رجيم من كام سنه، حسيت ان انا والله هعمل اللي انا بقول لكم عليه دوت. نظموا اكلكم. لو تقدروا تعملوا شويه تمارين رياضيه ساعات الصبحيه اعملوا، ما تقدروش يعني لو في اوزان عاليه قوي لا خلاص. ما تتعشوش بالليل. علبه الزبادي ديت، يعني معلقه زبادي كبيره عليها نص ليمونه، ومعلقه قرفه ومعلقه جنزبيل صغيرين، وتتاكل وتناموا. والله ما في، مش هيبقى في بطن اساسا. وديت التوابل دي تشربيها بعد كل اكله. هي بس يبقى اكله الغدا مش بعد الفطار يعني والعشاء وكده، لا الغدا بيبقى دسم. تاكلي الغدا وتقومي شربها على طول. هتسد النفس. عاوزه بقى ان انت مش عاوزه تاكلي اكل كتير، لما تيجي تتغدي او كده يبقى تعملي ايه، تشربيها قبل ما تتغدي، تحطيها انا هوريكم بتتعمل ازاي. كمل بقى اخر شويه دول. انا اللي اقدر افيدكم بيه اللي انا استفدت بيه وجاب معايا نتيجه بقول لكم عليه. والله انا دي التوابل دي كنت هعملها لاني بشربها كل فتره والتانيه، والله فعلا صدق. بس اي حاجه يا جماعه عاوزه استمراريه، سواء اي حاجه في الدنيا عاوزه الاستمراريه. مش هضحك عليكم اقول لكم لا، من اول اسبوع استمروا هتلاقوا نتيجه. نظموا اكلكم، خدوا عامل مساعد. انا بحط المعلقه دي اهي، احط طرف تاني. عنصر الحاجات دي عنصر مساعد، ان هي لو جسمك الحرق فيه ضعيف لا بتعلي الحرق. لكن لازم تنظموا اكلكم. ما تمنعوش، اوعوا تمنعوا عيش ومكرونات وتمشوا على اكل الرجيم وجبنه قري. والله يا جماعه هتخسوا بسرعه، هتضربوا تاني بطريقه صعبه. كله عيش، كله مكرونه، كله كل حاجه بكميات قليله في النهار. الليل يليل مفيش اكل خالص. خدوا بقى عوامل مساعده زي الاعشاب دي بتحرق بطريقه صعبه. اللي عاوز نفسه يتصدق ممكن تشربي كوبايه صغيره قبل الاكل، وبعد الاكل تشربي كوبايه صغيره. يعني الكوبايه دي ده مج يتقسم على 2. قبل الاكل هتلاقي نفسك اتسدت، انت مش هتبقي حابه تاكلي حاجه خالص. وبعد الاكل خدي كوبايه، خلاص كده انت اساسا هترفضي الاكل نهائي. الزبادي اللي انا بقول لكم عليها دي والله يا جماعه تحفه، والله استمروا عليها شهرين. ده بالنسبه للي عنده بطن بتحرق كل حاجه وانتوا نايمين. معلقتين زبادي على كوبايه، على نص ليمونه، معلقه قرفه، معلقه جنزبيل. انا عدتها لكم كذا مره. انا هغلي بقى الميه وهوريكم هعمل ايه. ده الليمون اللي انا بقول لكم على طول لما بستخدمه. بصوا دي ازازه مليانه، دي انا بستهلك ليمون كتير جدا عليكم وعلى الليمون بقى. انا عموما بستهلكه في الاكل وفي الشرب، ولادي بيشربوا شاي بليمون وجوزي. انا عصير ليمون هاخد معلقه، هاخد نص كمان. ليمون بيحرق بطريقه صعبه، وانا كمان برتاح الليمون، بحس ان هو بيريح جسمي جدا. فانا عموما الليمون ده في يوميا في حياتي، ما بستغناش عن الليمون. كده حطينا معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها على بتاع نص ليمونه. بس بقى انا عشان عصره الليمون، انا دلوقتي ما عنديش ليمون اللي هو الليمون الصحيح متجمد في الفريزر، فانا عملت ده. الافضل بقى ان نص ليمونه تبقى مغسوله كويسه، او ليمونه مغسوله كويسه، او تاخدوا نصها تعصروها قوي على الخلطه دي، وترموا قشر الليمونه في قلبيها وتتكتم. تمام كده. المراره بتاعت الليمونه ديت برضو بتساعد على الحرق جامد جدا. استمروا على الوصفات دي والله يا جماعه هتجيب نتيجه. هصب بقى الميه وارجع لكم. كده هنصب عليها الميه المغليه.
نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا الحاجات اللي بتفيدني حتى يعني شوفوا كل فيديوهاتي، طالما استفدت باجي اقول لكم حاجه انا ما استفدتش بيها مش هطلع اقول لا انا هعمل بقى فيديو عشان المشاهدات والكلام دوت وحقق الشروط والارباح. لا، انا استفدت هقول لكم، ما استفدتش مش هطلع اعمل حاجه. انا اخدت والله يعني النت فيه ايجابي وسلبي، انا جربت حاجات من على النت دي وحياة ربنا كتير ودتني في داهيه. فلما بجرب وحاجه بتنجح معايا انا بقول عليها، وحاجه بتجيب نتيجه سواء اكل، حاجه تنفعني، وصفه، اي حاجه بتنفعني وفادتني هقول لكم عليها. تمام كده، احنا صبينا عليها الميه المغليه، هنكتمها بطبق. لازم يا جماعه نكتمها بطبق 10 دقايق عشان الزيت بتاعها ما يطرش، او ربع ساعه. تسيبوها مكتومه لحد ما تلاقوها دفيت، تشربوها دافيه، تكتموا مناخيركم وتبلعوها مره واحده، وبعدها على طول اي حاجه كده فاكهه، اي حاجه فاكهه تقوموا واكلينها على طول عشان نفسكم ما تموعش منها. هي عموما شديده بس انتوا هتتعودوا عليها. بس الحاجات دي طب بتبقى شديده. انا قلت لكم تشربوها ازاي؟ دافيه، تقوموا على طول كاتمين نفسكم شاربينها، وبعدها على طول يبقى جنبكم فاكهه. تمره، انا بعد ما بشرب تمره، انا مش ما بشربهاش كتير لاني انا فعلا خسيت، بطني خلاص ما بقاش فيها يعني. بس ايه، يعني خلاص بقى حسيت ان انا ما بقى لما ما بشربش التوابل دي، او يعني في حاجات كده بقت روتينيه معايا في حياتي، بحس انها بيجي لي انتفاخات، بيحصل لي حاجات غريبه، فانا متعوده فكل فتره بعمل التوابل دي. فاللي عاوز يخس والله جربوا اللي انا بقول عليه. كل مكرونه وكل رز وكل حاجه، افطري بدري، اتغدي بدري على الساعه 3، الساعه 6 بطلي اكل. لا مش كل ما بين كل وجبه ووجبه سمره والكلام ده، لان كل ده انتوا بتدخلوا في جسمكم سعرات حراريه زياده. يعني هتاكلي كلي فاكهه، يعني يوم اكلتي يوم كلي فاكهه، يعني كده مش كل يوم اكل برضو. هتلاقي معدتك قفلت. قبل ما تنامي كوبايه الزبادي، وهعمل معاكم برضو زي بقالي فتره طويله او ما عملتهاش، هعملها معاكم، عليها نص ليمونه، معلقه قرفه صغيره، معلقه جنزبيل، وقلبيها وكليها، وما تحطيش اي حاجه تانية في بقك قبل ما تنامي. لو يا ريت بقى تصحي تشربي كوبايه ميه ليمون دافيه، زي الليمون اللي انا عصراه ده، هتحطي معلقه على كوبايه ميه دافيه يعني سخنه، تتغلي وتكتميها برضو، ولما تدفى تشربيها، مفيش اي حاجه. بس ده والله يخسسكم جدا. وقبل الاكل لو انت فعلا مليانه، قبل الاكل اشربي، يعني اعملي ده مج كبير، اعملي نص الكوبايه، وبعد الاكل اشربي نص الكوبايه التاني عشان ما تكتريش، عشان لو كترتي جسمك هياخد مناعه. ما تكتريش، هو مج في اليوم، عاوزه تقسميه قبل الاكل وبعد الاكل براحتك، عاوزه بعد الاكل براحتك. استمروا 2-3 هتلاقوا نتيجه. ويا رب اكون فدتكم. انا لو ما كنتش استفدت ما كنتش هطلع اقول لكم على اي حاجه. وهي بس تبقى بالمنظر ده. يا رب اكون فدتكم، وتدعوا لي بقى، وتعليق حلو ولايك واشتراك. بس والله يا جماعه فعلا ولا برشام ولا اي حاجه. وبس بجانب بقى كده، لو انتوا وزنكم كبير قوي خسيتوا شويه، نتحرك شويه رياضه، يعني تتحركوا شويه رياضه وانتوا واقفين جري في المكان. اعملي الحركه اللي هي انت بتنزلي وتطلعي دي، تنزلي وتطلعي. انا مش عارفه اسمها والله ايه اللي هقول لكم اسمها. تقريبا اسمها حركه لا، هي تقريبا اسمها حركه القرفصه، او اللي انت تنزلي 100 عده وتطلعيها. بس تتحركي او تمشي شويه في المكان وانت واقفه، تنطي شويه، تجري، اي حركه في البيت مع الاعشاب دي، مع الزبادي بالليل، مع تنظيم الاكل. ما توقفيش، ما تمنعيش الاكل خالص. لو هتخسي ترجعي تاكلي اي حاجه هتضربي، لا خلي جسمك ينزل بالراحه عشان ما ترجعيش تزيدي تاني خالص. يا رب اكون فدتكم، وتكتبوا لي تعليق حلو بقى وفي دعوه. لا اله الا الله. باي باي.